الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ رب كده تكونوا بخير خير وعافية. بصوا بقى، النهارده هعمل حاجة بسيطة جدا جدا وجميلة، واعتبروها بقى مقبلات، اعتبروها بقى أي حاجة سهلة وجميلة وسريعة. بصراحة يا جماعة اكتشاف، بجد اكتشاف. يعني أنا عارفاها من زمان بس ما افتكرتهاش إلا دلوقتي. يعني أنا من زمان كان في واحدة كده عراقية تقريبا، وتحياتنا لكل إخواتنا العراقيين. بصراحة هي أكلة يعني تقريبا عراقية، يعني عشان كان في ست كده بتعملها لنا زمان، يعني كانت بتعمل لنا الأكل وكانت بتعملها لنا، فأنا افتكرتها دلوقتي بصراحة. يعني بصوا، 3 حبات بطاطس ورز، وكانت بتطلع خطيرة 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 يا جماعة. بجد معرفش دي كانت غايبة عن دماغي فين. افتكرتها بقى، ومن بعد ما افتكرتها خلاص لازم اعملها على طول. عندك 3 حبات بطاطس وكوبايتين رز. تعالوا بقى نشوف هنعمل احلى اكلة. هقطع بس البطاطس كده، بتطلع جميلة وكنا بنطلبها منها على طول وكانت بتعملها لنا بصراحة. بس الواحد طبعا مع الحياة وكده، فأكلات كتير كده كان بياكلها زمان بيبقى مش فاكرها. بس دي أنا افتكرتها، وكانت أمنا الله يرحمها كانت بتخليها تعملها لنا في العزومات، تعملها لنا لو عندنا خطوبة مناسبة. الصراحة كانت حلوة جدا. خلاص أنا قطعت 3 حبات بطاطس وكوبايتين رز، وأنا حاطة مية تغلي على النار. تعالوا بقى نشوف ايه هنكمل ازاي بقية الوصفة اللي هتعجبكم بصراحة. مش هتنسوها خالص، هتفضلوا تعملوها في عزومة، في خطوبة عندكم، في فرح، في اي حاجة. يلا بقى تعالوا كده على البوتاجاز نشوف ان شاء الله هنكملها ازاي. بصوا بقى، حطيت حتة السمنة حلوة كده اهي. طبعا السمنة برضو على حسب كمية اللحمة. حطي سمنة كتير لو اللحمة كتير، حطي سمنة مش كتير لو اللحمة مش كتير. ده معايا كيلو الا ربع اهو. ننزل بيه بقى كده، نسيبه بقى كده لان هو مجمد، هيفك كده مع السمنه، وبعد كده نقوم ضايفين له البصل ان شاء الله. بصوا بقى كده هنزل بالبصل. انا مقطعه كميه بصل كبيره جدا، يعني اكتر من نص كيلو بشويه، لان بصراحه البصل بيخلي اللحمه المفرومه حلوه جدا. وكل البصل ده على فكره اصلا هيكش كده يعني. بس البصل من الحاجات اللي بتخلي اللحمه المفرومه حلوه جدا جدا جدا، مسكره، او كل الاكل عموما يعني بيبقى مسكر مع البصل. طبعا ما نستكترش كميه البصل دي لانها هتكش وهتلاقوها في الاخر شويه صغيرين جدا. خلاص انا بقى بوطي عليها كده خالص، وبسيبها بقى كده اللحمه المفرومه كده بقى تستوي براحتها. احط بس رشه فلفل اسود معاكم، ما بحطش اكتر من فلفل اسود. لو عندك جوز الطيب ممكن تحطي شويه فلفل اسود اهو، مش اكتر من كده. واسيبها بقى تستوي براحتها ان شاء الله. نشوف هنكمل بقيه الوصفه ازاي. بصوا بقى، يلا معايا هنا اهو ميه هي بتسخن، سخنت اهي. هنزل بالبطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بكوبايتين الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بفضل ما بغسلش الرز يا جماعه، لان انا بجيب رز هو اساسا بيبقى يعني مغسول ونضيف. حبه كركم، بس هتعجبكم جدا والله، جربوها. انا افتكرتها يعني من ضمن الوصفات اللي الواحد بيبقى عايز يجدد، يعمل حاجه جديده، حاجه غريبه، شويه ملح. فافتكرتها حلوه جدا في الصيف وسهله، ومش هتخليكم انكم انتوا تقفوا في المطبخ كتير يعني. بس سيبوهم بقى كده هيستوي. طبعا الرز هيستوي والبطاطس هتستوي. علي بس النار شويه، نسيبهم بقى كده. وادي اللحمه المفرومه. يلا بقى كده اما نخلص وتستوي ان شاء الله هنشوف الوصفه الجميله اللي هتعجبكم جدا دي. بصوا بقى، وده الشكل النهائي لما حشيناها اللحمه المفرومه. بس طبعا انا كنت مفكره وانا بحشي الكاميرا شغاله عشان اوريكم بتتحشي ازاي.
الكاميرا اللقطه ما جاتش لان الكاميرا تقريبا ما كانتش شغاله، انا عماله اتكلم على الفاضي. بصوا رايكم بقى. طبعا احنا بنكورها ونفحرها كده في النص ونحط اللحمه المفرومه ونبرمها كده. رايكم كفتة البطاطس اللي محشية لحمة مفرومة أو الكبيبة أو شوفوا انتوا بقى يعني هتسموها ايه. ويا رب كده وصفة تكون سهلة وجميلة وتعجبكم إن شاء الله كده. يا رب فيديو يكون سهل وبسيط وأكون فدتكم. والناس اللي داخلة عندي جديد تشترك في القناة، تعمل لي لايك وتسيب لي كومنت حلو كده إن شاء الله ربنا يفرح قلبكم كده زي ما بتفرحوني بالكومنتات الحلوة. وأشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.